السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في واقعة فريدة، واقعة هناء اللي تخلصت من ابنها سعد. هحكي لكم التفاصيل بعد الفاصل، بس فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ورينا لكم الطفل سعد والبيت بتاع سعد ووالدته مدام هناء. مدام هناء من مدينة أبو شلبي التابعة لمركز فقوس محافظة الشرقية. اللي بلغ عن الواقعة عم هناء كان بيتردد عليها يزورها. آه، دخل لها، لقى متخلصة من ابنها، ودفنة العظم بتاعه، وسلقة الطفل. آه، ويقال ان هي كلت منه. واقعة غريبة يعني. يقال ان ده مرت بتعب نفسي. الله اعلم، ربنا يرحمه يا رب. الواحد حزين جدا بسبب الواقعة ديت، يعني مش قادر يتخيل ان ممكن ام تعمل كده في طفلها ابدا. يعني واقعة لا يصدقها عقل ولا منطق ولا، يعني ايه ده اتخلص من ابني بالطريقة ديت؟ انا اللي اعمل فيه كده وانا اللي اسلقه واكله؟ ايه ده؟ مش عارف اقول ايه، بس عشان في حاجات اليوتيوب كده بيمنعها. آه ربنا يرحمه يا رب في الاول والاخر، ويصبر ابوه واهله. ربنا يا رب ان كان فعلا مريضة زي ما بيقولوا ربنا يشفيها. يقال ان هي برضو كانت بتسيبه جعان في البيت. بتبقى السنة الأخيرة ديت قعدت سنة ما بتطلعش من البيت يعني. بيقولوا مرت بظروف نفسية صعبة وكده. ربنا كان عيانة، ربنا يشفيها. وربنا يا رب يرحمه الولد يا رب، وربنا يرحمنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.